اربطوا الأحزمة فأنتم على مشارف رحلة مميزة مع مالك ومكة وحكايتنا النهاردة عن ورقة الامتحان الملقية. الصبح في البيت مالك بيجهز شنطته ومكة قاعدة بتاكل ساندويتش. مالك، عندك امتحان املا النهاردة صح؟ متوتر شوية بس ذاكرت وعديت على الكلمات الصعبة. أنا واثق فيك، خليك دايما أمين وشاطر حتى لو الامتحان كان صعب. في الفصل الطلاب داخلين والجو هادي ومالك بيقعد على كرسي وفجأة يلاقي ورقة على الأرض جنب رجليه، فمالك بيبص حواليه. هي دي ورقة دي ورقة فيها أسئلة الامتحان. فبيبص على الورقة وباين عليه متردد يغش ولا يبلع. تيجي مكة من فصلها في الفسحة تشوفه بيخبي الورقة. مالك، انت بتخبي ايه؟ ورقة فيها أسئلة الامتحان وقعت من شنطة حد بس مش عارف اعمل ايه. لازم نقول للمدرسة، مش كده آدم دايما بيقول؟ وهم راجعين للبيت مالك بيحكي لآدم اللي حصل. كنت هخبي الورقة بس افتكرت كلامك ورحت لمدرستي وريتها الورقة. أنا فخور بيك جدا يا مالك، الأمانة مش سهلة بس دي اللي بتخلي الناس يثقوا فيك، وأنا كنت معاه ساعدته يختار الصح. وهو ده معنى الشجاعة الحقيقية، تختار الصح حتى لما تكون لوحدك. الأمانة هي إنك تعمل الصح حتى لو محدش شايفك، لأنها بتخلي قلبك مرتاح وراسك مرفوعة. وبكده يا حبايبي يا حلوين تخلص حكايتنا النهاردة، ونتقابل بكرة على حكاية ومغامرة جديدة.